احنا كده بقى دخلنا على فيلم الكيف. فيلم الكيف فعلا في التصريحات اللي قالها استاذ مرتضى منصور في اللقاء الصحفي اللي عمله، بيقول لك ايه؟ انا اللي بعت للخطيب الترماي، انا اللي بعت للخطيب العتبة، اديته 2 لعيبه مصريين بسعر اكتر من 200 مليون جنيه. عارف انا اللي هشاشت الهشاشي في المناشي. عارف انت الفيلم ده؟ يلا بينا نخش على طول هنتكلم مع بعض النهارده عن تصريحات مرتضى منصور. لو بتشوفنا اول مره ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. معاك اخوك محمد صيفي ملعب الهداف، ولو بتشوفني على الفيسبوك ادعمني في الصفحه بتاعتي بالمتابعه ولايك وشير على قد ما تقدر، صفحه ابطال افريقيا محمد الصيفي. يلا بينا نخش على طول على التصريحات. وبعد التصريح فيلم الكيف اللي احنا شفناه من شويه والضحك العالمي، تعالى بقى نضحك شويه كمان. اول تصريح ليه قال لك عقد رعايه الاهلي مليار و400 مليون جنيه، اما انا 400 مليون جنيه بس. طب انت عملت ايه بال 400 مليون جنيه؟ هل جبت صفقات؟ طب بلاش. هل سددت ديون على النادي؟ طب هل سددت ديون شيكابالا عشان ما يتوقفش؟ لا. 3 حاجات اهم. فدي كانت حجه من الحجج. تاني حجه عنده بيقول لك مفيش حد وقف جنبي من جماهير نادي الزمالك، ولا انا محتاج اي حد، ولا محتاج مساندتكم. بعد كده قال لك عاوزين صفقات. طب منين؟ كويس ان النادي واقف على رجليه. منين ازاي؟ ما انت لسه بتقول انا خدت 400 مليون جنيه عقد رعايه. طب هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ طيب بعدها قال لك ايه؟ ما عنديش مشكله امشي واخربوا النادي، يلا خلاص. جماهير الزمالك تحتاج الى رئيس قوي، وللاسف بيضيعوني من ايديهم. يعني بمعنى اصح ان انت رئيس قوي. طب امال الزمالك ليه واقع بالمنظر ده؟ لما انت رئيس قوي وعندك افكار، ازاي نادي الزمالك واقع بالمنظر ده وفلوسه بتروح فين؟ رجع تاني قال لك قالوا لي اعتذر للخطيب، قلت لهم على جثتي ومحدش وقف جنبي من جماهير نادي الزمالك. وما بقولش لحد اديني فلوس، بقول سيبوني بس اكمل واكون نادي طبيعي. جبت عبد الله السعيد ب 40 مليون جنيه، وجبت بن شرقي ومحمد عواد ومحمد صبحي، وجبت امام عاشور، قصدي ايمان عاشور. بيتريق على امام عاشور. طيب انا لبست الخطيب في كهرباء ب 180 مليون جنيه. بيقول انا لبست الخطيب في كهرباء ب 180 مليون جنيه. لو كان طلب منه، يعني لو كان طلبه من الاول مني كنت اديت له 25 مليون جنيه بس. يا جمهور الاهلي انا ضحكت على رئيسكم او رئيس ناديكم الكابتن الخطيب. هو قال كمان كان عايز النادي الاهلي يروح يعمل معايشه في نادي الزمالك. النادي الاهلي اللي الناس كلها بتتعلم منه في افريقيا، وبيقولوا انه نادي القرن، وبيقولوا انه رقم 1 في افريقيا، وهو ده ريال مدريد افريقيا. نادي الزمالك من سنتين بس كانوا بيطلبوا منه انه يروح يعمل معايشه فيه. الله اكبر الله اعظم. امام عاشور كنت واخده ب7 مليون جنيه من الجيش، و10 مليون بالتقسيط من نادي المحله. بعته ب3 مليون دولار، يعني ب 100 مليون جنيه مصري. لو الخطيب كان طلبه مني يشتريه او يشتري بقيه عقده ال6 شهور، كنت هبيعه له ب30 مليون بس. انت كده يا خطيب معاك خازوقين، كهربا وامام. خازوقين ورحمه امي. ليه رحمه امي من غير خازوقين؟ طب يا ريت كل الخوازيق بالحلاوه دي يا استاذ مرتضى، اقسم بجلال الله. طب ادينا الخازوقين اللي باقيين عندك بقى، زيزو وفتوح. رجع قال لك بقى ايه؟ هل في نادي في مصر اسمه الاهلي يشتري لاعب مصري اسمه امام من نادي مصري اسمه الزمالك ب 120 مليون جنيه؟ يبقى مين ضحك على مين؟ مين؟ بعد كده راح متكلم بقى قال لك ايه؟ اوقع ما بين اللعيبه وبعضها بقى، عشان شاف كهربا طبعا بيعمل كده هو وامام، وان كهربا سبب في ان امام يجي النادي الاهلي ويغير واجهته من نادي الزمالك لنادي الاهلي. فقال لك اوقع بينهم. فيقول لك ايه؟ يا كهربا الخطيب دفع 4.5 مليون دولار لامام، ها، وما دفعلكش انت 2.5 مليون عشان يخلصك من اللي انت فيه ومن غرامتك، ولسه ما بتتعلمش. والله انت اللي لسه ما بتتعلم، اقسم بجلال الله انت اللي لسه ما اتعلمتش من الدرس. يرجع بقى يخوض في الاعراض، يقول لك امام عاشور ساكن في حاره، في عماره اللي عندك من خير الزمالك والساحل الشمالي اللي انت بتروحه انت انتوا عارفين طبعا اكيد قال مين. من خبر من خير الزمالك وحار ونار في جتتك انت وكهربا. اقسم بالله والله العظيم، وصعبان عليا حال الزملكاويه وحال نادي الزمالك. المفروض القطب الثاني في مصر، والمفروض ان القطب الثاني كمان في افريقيا، لان هو اكتر نادي واخد بطولات افريقيه بعد النادي الاهلي. ده كان فيديو النهارده. لو بتشوفونا لحد دلوقتي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. معكم محمد صيفي من ملعب الهداف، اخوكم في الله، ومن صفحتي على فيسبوك ابطال افريقيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع خبر جديد ان شاء الله.